نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية المستهلة بأبرز العناوين. إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا. انتخابات مدراء الضواحي في 28 ضاحية بدواروا. أعضاء إيريتيل في تسنية يتفقدون مشروع قرصة الزراعي. عشرات القتلى بهجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية. دعوة ألمانيا لإعادة تقييم الوجود العسكري الأوروبي في مالي. البنتاغون يعلن عن نشر تعزيزات في أوروبا ويكشف خارطة توزيعها. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم في مراكز الفحص والعزل في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 13 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من وسط المدينة وسنبل وترافولو وجازاباندا وحمبرتي، ومصابون قادمون من صنعاء، وأربع من مراكز الفحص في الإقليم الجنوبي وهم من مندفرة ودواروا وعرزة وابن حيلي، وأربعة من مركز العزل بإقليم شمال البحر الأحمر، ثلاثة منهم في مصوع وإصابة واحدة من نقفة. في غضون ذلك شوفي 24 مريض كورونا، 22 من الإقليم الأوسط واثنين من الإقليم الجنوبي، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9601، شفي منهم 9323 وتوفي 99 مريضا، فيما يزال 179 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 3 فبراير لعام 2022. اختتمت في الأول من فبراير انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى التي جرت ابتداء من 21 من يناير المنصرم في 81 قرية ب 28 ضاحية بمديرية دواروا، وتم انتخاب 56 مدير ضاحية بينهم 7 من النساء، بينما انتخبت كل قرية 3 من لجان القرى والتحصيل الضريبي. وأشاد مدير المديرية سيد فروانجيل تخل هيمنوت بمساهمة المواطنين الفاعلة في العملية الانتخابية، مناشدا المنتخبين الجدد العمل بتفان وإخلاص، وعلى المواطنين الوقوف إلى جانبهم في جميع أنشطتهم. ودعا المشاركون المنتخبون الجدد اكتساب التجارب والعمل بتفان وإخلاص لتقديم خدمات جيدة. نظم أعضاء شركة إيريتيل للاتصالات بمديرية تسنيف في 23 من يناير المنصرم جولة تفقدية اشتملت على نفير تنموي في مشروع قرصة الزراعي. وقدم المدراء التنفيذيون للشباب توضيحا مفصلا حول الأعمال الجارية والبرامج المستقبلية. وبموجب المعلومات الواردة ينمو مساحة 230 هكتار في المشروع بالبرتقال والمانجا والليمون والتمر والبهاش والجوافة واليوسفي والموز، فيما أن الفواكه المقروصة مسبقا والتي بدأت الإنتاج ظلت تسجل نتائج مشجعة من حيث الكم والنوع. وذكر المدراء التنفيذيون بأنهم لم ينحصروا على زراعة الفواكه فقط، بل ينشطون أيضا بالزراعة المطرية وتنمية الخضروات وتربية الحيوانات، موضحين بأن إنتاجهم يرسل إلى مختلف المدارس الداخلية ومعسكر سوا وغيرها من الجهات الحكومة، منشدين بالخطوة التي اتخذها أعضاء شركة إيريتيل للاتصالات. وأوضح مسؤول إيريتيل في مديرية تسنية سيد تسفى ميكيل جبرهيوت فيما يتعلق بأهمية الجولة بأن الخطوة المتخذة لتفقد البرامج التنموية الواسعة تساعد في ترسيخ ثقافة العمل والعمالة وتشجيع الشباب الناشطين في العمل التنموي. في إطار الجهود الحسيسة الجارية لرفع نسبة التطعيم، أوضح بأن نسبة التطعيم غطت في منطقة بويا بمديرية قلعة وإقليم شمال البحر الأحمر خلال عام 2021 80%.
وأوضح مسؤول عيادة بويا مساعد التمريض محمد سعيد نقاش الجهود الجارية باستمرار لرفع الوعي المجتمع في كافة المجالات الصحية وخاصة التطعيم وخدمات الرعاية قبل وبعد الولادة وكذلك النظافة البيئية، مما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة التطعيم بنسبة 20% مقارنة بعام 2020. وقال أن خدمات رعاية الحوامل أيضا ارتفعت بنسبة 25% والولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 20%، مشيرا إلى أن النقطة الصحية المفتوحة حديثا في منطقة إنجالا تساهم بفعالية في هذا الشأن. وأشار مساعد تمريض محمد سعيد أن حملة التوعية المنظمة بالتنسيق مع شركاء ساهمت في تنفيذ برامج الإصحاح البيئي بنسبة 50% من قرى الضاحية، ويجرى العمل لتنفيذ القرى المتبقية البرنامج في منتصف فبراير الجاري. وأشاد السكان بالجهود الحسيسة الجارية لتأمين صحة المجتمع، موضحين بأن النمو المحقق سنويا ناجم عن الوعي المترسخ، مناشدين العمل المنسق لحفظه، داعين الجهات المعنية منح الاهتمام لضيق الغرف في عيادة بويا وتوظيف سيارة إسعاف. استشهد المناضل العقيد حسن إبراهيم عضو الشرطة الإريترية في الأول من فبراير عن عمر بلغ 66 عاما. والتحق العقيد حسن إبراهيم بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وعمل قبل الاستقلال في جهاز أمن الثورة حتى وصل إلى مستوى مسؤول الفرع، وبعد الاستقلال عمل في الشرطة الإريترية حتى وصل قائد شرطة الإقليم حتى يوم استشهاده. وهو مناضل كبير خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. الشهيد العقيد حسن إبراهيم رب أسرة وأب ل5 أولاد، وورى جثمانه اصطرى منتصف النهار اليوم 3 من فبراير في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب الشرطة الإريترية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل العقيد حسن إبراهيم، وتقدم حر تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه في العمل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر محلية بمقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في كونغو الديمقراطية. وأفاد ناشطون ومصادر محلية بأن 40 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون يحملون سكاكين موقعا للنازحين في شرق الكونغو الديمقراطية. وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية إن عدد الضحايا هجوم شنته ميليشيات كوديكاو على موقع للنازحين في إقليم دوغورو قرب حدود أوغندا يتجاوز 50 شخصا. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنيلنا بيربوك أنه ينبغي إعادة تقييم المشاركة العسكرية الأوروبية في مالي، حيث طرد المجلس العسكري الحاكم سفير فرنسا. وقالت بيربوك نظرا إلى الإجراءات الأخيرة للحكومة المالية، علينا أن نتساءل إن كانت شروط نجاح وجودنا العسكري المشترك متوفرة في مشاركتنا ليست هدفا في ذاته. وفي مقابلة أضافت الوزيرة الألمانية: نحن على تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين والأوروبيين لا سيما فرنسا بشأن كيفية استمرار مشاركتنا على الأرض. وتأتي تصريحات بيربوك إثر تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين مالي وفرنسا القوة المستعمرة السابقة لذلك البلد. وكانت السلطات المالية التي يهيمن عليها عسكريون استولوا على السلطة في أغسطس عام 2020 قد طردت السفير الفرنسي. وردا على ذلك أعلنت باريس أنها تريد في الأسبوعين المقبلين مناقشة مستقبل الوجود العسكري الأوروبي في ذلك البلد مع حلفائها الأوروبيين.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن نشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وأن هذه القوات ستضمن الدفاع القوي عن الحلفاء في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا. وعن خارطة انتشار قواته الجديدة في أوروبا، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: سنحرك 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، وسننشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، وسنعيد نشر 1000 جندي من ألمانيا إلى رومانيا. وقال مسؤولون أمريكيون أن بايدن وافق على إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا الشرقية، وأنه سيتم نقل هذه القوات في الأيام المقبلة. وبحسب المسؤولون فإن عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في الناتو الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا، موضحين أن عملية النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو بما في ذلك رومانيا. انقطع تيار الكهرباء عن 7500 منزل في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي إثر إعصار بيسوري، حسب ما أعلنت شركة الكهرباء المركزية. وتسبب سقوط أشجار بانقطاع تيار الكهرباء وبتعطيل الاتصالات، حسب ما أعلنت شركة موريشيوس تيليكوم للاتصالات. وضرب بيساري على مسافة 130 كيلومتر في الشمال شرق الجزيرة بحسب هيئة الإرصاد الجوية. وسجلت رياح تجاوزت سرعتها 120 كيلومترا بالساعة في عدة مواقع على الجزيرة، ووصل سرعة الرياح في العاصمة بورت لويس إلى 151 كيلومترا في الساعة. تذكير بأهم العناوين: إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا. انتخابات مدراء الضواحي في 28 ضاحية بدواروا. أعضاء ريتيل في تسنية يتفقدون مشروع قرصة الزراعي. عشرات القتلى بهجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية. دعوة ألمانية لإعادة تقييم الوجود العسكري الأوروبي في مالي. البنتاغون يعلن عن نشر تعزيزات في أوروبا يكشف خارطة توزيعها. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.